الست لسه عندها 30 سنة وجالها زهايمر. راحت الميتنج ونسيت تلبس بدلتها، وهي راجعة البيت نسيت الباسورد اللي بيفتح باب الشقة. حتى وهي راجعة من الشغل ما بقتش عارفة طريق البيت. الليلة دي قطعت رؤها في البانيو، الدم امتزج مع المية بس عقلها رجع لها. ما قدرتش تسيب أبوها العجوز ولا بنتها الصغيرة، وفضلت تعيط باتكسار. لما أبوها وصل قعدت تعيط في حضنه وهو بيربط جروحها بالطماطات، وهمست له وقالت سامحني يا بابا. لكن الأب اكتفى وقال الحمد لله ما خسرتش بنتي. معاناة المرض مش بس على المريض، لا ده كمان على اللي بيحبوه بصدق. علشان يخفف عنها ابتكر برنامج خاص لبنته، جدول بأفعال يومية ثابتة في أوقات محددة ياخد بنته تعمل نفس الحاجات مرارا وتكرارا. اللحظات دي بتكرار اتحفرت في دماغها وبقت جزء ثابت من حياتها للأبد. العقل ممكن ينسى لكن الجسد عمره ما ينسى غرايزه. ماري لسه بتتصل بالفيديو على بنتها كل فترة، وباللا شعور بتبدأ تغني التراتيل اللي بنتها كانت بتحبها. بس مع الوقت نسيت ان البنت اللي على الشاشة دي اصلا بنتها. قالت البنت اللي قدامي دي جميلة قوي، وكانت هتسألها اسمك ايه، بس الاب بسرعة قفل الكمبيوتر علشان الحفيدة ما تكتشفش الحقيقة. في اليوم ده الاب اخذ ماري المحكمة. كان في مشكلة في العقد اللي مضته وهي محامية، وكانت محتاجة تثبت انها وقتها كانت مريضة علشان العقد يتلغي. لما سألوها في المحكمة مرة ردت كويس، والمرة اللي بعدها ما عرفتش تتحكم في نفسها. الشرطية دخلت تجري علشان تساعدها في تغيير هدومها، بس ماري وقعت على الارض تصرخ وبتنده على ابوها. بعدها حالة ماري ساءت اكتر، تروح السوبر ماركت وتنسى هي داخلة عشان تشتري ايه، وبتمشي وبتنسى هي رايحة فين. وساعات تمسك طيارة ورق من شغل بنتها وبتسرح فيه. وساعات بتشوف ابوها كأنه شخص غريب مريض اقتحم من البيت. فقدت ابسط مهاراتها وبقت كأنها طفل مولود من جديد. علشان يفضل جنب ماري الاب ضحى بشغله الكبير بره، وبقى كل يوم يعيد ويزيد معاها ابسط الحاجات، ويفكرها لو حد وحش قرب لك قولي له لا. بيقولوا مفيش ابن بيستحمل المرض لاخره، لكن الاهل عمرهم ما بيسيبوا ولادهم. ساعات ماري كانت بتفوق وبتسال ابوها انت تعبت، وهو كان بيرد عليها ويقول لها ولا يهمك انا دايما معاكي. وفي يوم الاب استقبل مكالمه من راجل قبله في مركز التاهيل يوم جنازه امه. وشه كان مليان تعب ووهن، سنين وهو بيصرف كل تحويشته، وفقد شغله علشان يراعي امه اللي عندها زهايمر. مهما تعب في الاخر امه فرقته. بعدها الراجل قدم يشتغل في مركز التاهيل كراعي للمرضى، وهناك بقى مسؤول عن رعايه ماري يوم بيوم، وبيمشي معاها في كل تدريبات العلاج. والاب اخيرا بقى عنده وقت لنفسه، يقعد يشرب كاس ويحكي مع صحابه، لكن جواه كان قلبه لسه متعلق بماري. اول ما رجع البيت في اليوم ده ماري قعدت تدور على بنتها في كل ركن. نسيت ان بنتها مسافره بره، وافتكرت انها اختفت من حياتها فجاه. الراجل اتصل بالاب لكن كان لسه الطريق قدامه طويل. الراجل قال ما تقلقش انا هسيطر عليها. الاب كان مشغول ببنته لدرجه ما خدش باله من عربيه نقل جاي عليه. بعد ما قفل التليفون الشيطان لعب في دماغه ومد ايده وحاول يقلع هدوم ماري. ماري ما كانتش عارفه تقاوم، وفجاه افتكرت كلام مهم من ابوها، لو قابلتي انسان وحش لازم تقوليه لا بشجاعه. وهمست وقالت ابعد عني وامشي من هنا. يمكن كلام ماري فكره بامه اللي ماتت، او صح اخر نقطه ضمير جواه. وفي الاخر الراجل سابها وجري، والكسوف مغطي وشه. بعدها بدقايق المنبه رن. جه ميعاد ماري اليومي ترمي فيه الزباله، ونزلت ست من فوق علشان تشيل كيس الزباله. بنت صغيره من الجيران سلمت عليها. ماري وقفت ساكته ما ردتش، ونسيت ان دي صاحبه بنتها المقربه. وهي راجعه البيت جالها تليفون من المستشفى ان ابوها عمل حادثه وهم في الطريق. الدكتور قال لها لازم تيجي بسرعه. مسكت شنطتها وجهزت نفسها عشان تخرج، لكن فجاه نسيت هي رايحه فين. تفتكر تنزل تجيب الطلبات في وقتها، وتفتكر تروح التمرين العلاجي في ميعاده حتى لما بتعطش. تفتكر تحلم، ولما بتنسى بتفتح الجدول اللي ابوها كاتبه لها. بتفتكر كل كلمه ابوها قال لها عليها الا اللحظه السوداء في حياته. تاني يوم الصبح الدكتور كلمها تاني وقال لها لازم تيجي المستشفى حالا. نزلت السلم بسرعه لكنها وقفت تايهه، مش فاكره هي رايحه فين. افتكرت انها محتاجه تروح للعربيه بس ما بتعرفش هي فين. شافت ناس بيركبوا عربياتهم قريب، مشيت وراهم بالراحه، لكن العربيه دي تبع جمعيه تسلق جبال، والرحله كانت طالعين بيها تله محدش يعرفها. محدش اهتم هي رايحه فين، ومحدش كان يعرف ان ابوها عامل حادثه اصلا. فضلت ماشيه تايهه فوق وتحت الجبل كانها زومبي لحد ما المنبه دق تاني. كان ميعاد تمرين. رفعت ايديها وسقفت بالراحه، وفضلت ماشيه في الاتجاه اللي فاكراه لحد ما الليل غطى الدنيا والنجوم ظهرت تلمع فوقها. وفي دماغها كان في صوت بيردد حكايه مؤثره ورومانسيه. الصوت كان بيقول لها ألمع نجمه في السماء اسمها كاسيوبيا، لو تبعتيها هتوصلي لنجم الشمال، ولو وصلت لنجم الشمال هتعرفي طريق البيت. تاني يوم المنبه صحاها الساعه 7 الصبح. كملت مشي من غير ما تقف. فضلت ماشيه ناحيه البيت لحد ما المنبه رن الساعه 11، ميعاد ما كانت كل يوم تنزل ترمي فيه الزباله. لقت كيس زباله على الارض شالته وكملت في طريقها ناحيه البيت. ما كانتش عارفه لسه بقالها قد ايه، بس عارفه ان مهما طول الطريق هيجي يوم وهيخلص.
وفي الآخر بذاكرتها اللي بقت زي العادة ماري رجعت لبيت أهلها وقعدت تفرز الزبالة كأنها في بيتها. ماري مسكت الزبالة قطعة قطعة ورمتها في الصناديق، ومن بعيد أعضاء نادي التسلق شاوروا لها بإيديهم تاني، وهي تايهة افتكرت إن لازم تركب أتوبيس وتروح مكان مهم. قامت ماشية ناحية العربية تاني لحد ما حاجة في دماغها وقفتها مكانها، وساعتها شافت بنتها اللي كانت طول الوقت مستنياها بس بنظرة ميتة من غير أي تعبير. بنتها حضنتها بحزن، لكن ماري فضلت واقفة من غير رد فعل. طليقها ومعاه البنت خدوا ماري على المستشفى، وهناك الأب ما اهتمش بنفسه وقعد يسأل ماري بإلحاح: قمت في ميعادك؟ غيرت هدومك في وقتها؟ رميتي الزبالة؟ قلتي لأ لما حد ضايقك؟ ماري كانت بتهز راسها من غير روح وبتعمل كل اللي أبوها طلبه منها، لحد ما سألها: لسه فاكرة نفسك؟ ماري هزت راسها بنفس الجمود، لكن دموعها نزلت من غير ما تحس. كانت نسيت الراجل اللي على السرير المستشفى، لكن جسمها لسه فاكر حضنه وذكرياته. طليقها والبنت استنوها في الممر، وماري قعدت على الأرض وبصت لبنتها فترة طويلة، وفي الآخر بصت لها وقالت: انت جميلة قوي، اسمك ايه؟ البنت ردت بهدوء وقالت لها اسمها، وبعدين قعدت قصادها وقالت: بكرة هقولك نفس الكلام تاني، دي حكاية من غير نهاية بس كلنا عارفين هتنتهي ازاي. القصة كلها موجعة وحزينة، لكن في قلبها في دفء وحب. في رحلة الحياة اللي طويلة وقصيرة في نفس الوقت، مليانة أشواك ومطبات، لكن وانت ماشي في طريق كل وجع بتكتشف ان دايما في ناس وراك بيبنوا حصن ما يتهزش علشان يحموك. ودي قصة فيلم كوري سنة 2020 اسمه جوزوبيا، عن ست ناجحة وابوها كان السند الوحيد ليها بعد ما جالها الزهايمر. بعتت بنتها بره تتعلم، وفجأة بدأت تكتشف ان عقلها بيضعف وبتنسى حاجات بسيطة، ولما النسيان زاد عندها سابت شغلها ورجعت بيتها، لكنها نسيت حتى طريق البيت. وبعدها كشفت في المستشفى وقالوا لها انت عندك الزهايمر. ولما حالتها ساءت اكتر، ابوها بقى يساعدها في العلاج والتدريب كل ساعة من يومها، ورغم ان واحد ممرض حاول يستغلها، لكن غريزة جسمها افتكرت اللي ابوها علمه لها تقول لا وتقاوم. والقصة بتعلمنا ان الاهل هم اللي حبهم حقيقي بجد، ومهما حصل عمرهم ما هيتخلوا عنك. ودي كانت حكايتنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب رأيك في الكومنتات واشترك في القناة، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.